اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. لو انت مش متابعني على الانستجرام فانت فايتك كتير، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. يلا بينا نبدا. يلا بينا. RMS تايتانيك، سفينة ركاب إنجليزية عملاقة عابرة محيط منتظمة، كانت مملوكة لشركة وايت ستار لاين، بنت في حوض هارلاند أند وولف، ودي كانت مخصصة لبناء السفن، ودي كانت في أيرلندا الشمالية. كانت تايتانيك أكبر باخرة نقل ركاب اتصنعت في الوقت ده. كان أول إبحار ليها كان في 10 إبريل 1912، ده كان من لندن لنيويورك، وده كان عبر المحيط الأطلسي عشان تكون أول وآخر رحلة ليها زي ما كلنا عارفين. بعد 4 ايام بالظبط من انطلاق الباخره دي، وبالتحديد في 14 ابريل 1912، الباخره دي تقوم مصطدمه بجبل جليد، وده كان قبل منتصف الليل بشويه صغيرين، وده اللي ادى لغرقها بالكامل بعد ساعتين من اصطدامها بالجبل الجليد. السفينه التي لا تقهر لن يستطيع اغراقها حتى مالك هذا الكون راحت دلوقتي، وبقالها بتاع حوالي اكتر من 110 سنه تحت الميه. كان على متن الباخره دي حوالي 2223 بني ادم، اللي نجا منهم 706 بني ادم والباقي اتوفى، وده كان لان هم ما زودوش السفينه بعدد كافي من قوارب النجاه. غرق عدد كبير قوي من الرجاله، وده كان علشان سياسه السفينه دي ان هم بيعطوا الاولويه للنساء والاطفال. اتصنعت وتصممت السفينه دي على ايدي امهر المهندسين على وجه الكره الارضيه، استخدم في بنائها اكتر الادوات والمعدات تطور في الوقت ده. كانت قصه غرقها صدمه كبيره قوي للناس كلها، ازاي تغرق دي مزوده باعلى معايير السلام. طيب تعالوا بقى نرجع كده ورا شويه قبل ما السفينه تغرق، وفي وقت ما هم كانوا بيصنعوا. بدأوا يبنوا تايتانيك في 31 مارس 1909، ده كان بتمويل امريكي. اطلقوا هيكل السفينه 31 مايو 1911. تم الانتهاء من تجهيز السفينه بالكامل في 31 مارس بس السنه اللي بعدها. كان الطول الكلي للتايتانيك 269.1 متر، يعني حوالي 882 قدم و9 انش تقريبا، واتساعها حوالي 28 متر اللي هم 32 قدم، وارتفاعها من سطح الميه لسطح السفينه حوالي 18 متر اللي هم تقريبا 59 قدم. كانت بتحتوي السفينه على محركين بخاريين، يعني بص، يعني حوار ان هم كبار دي حاجه بسيطه قوي. كان في 29 مرجل كانوا بيتم تشغيلهم بواسطه 159 فرن لحرق الفحم، وده اللي كان ممكن يؤدي ان السفينه دي تبحر بسرعه حوالي 23 عقده اللي هم 43 كيلو متر لكل ساعه. المارد ده في التصنيع بالنسبه للناس اللي صنعوه ده غير قابل ان هو يغرق نهائي، لان السفينه دي ما كانتش زي اي سفينه، لانها كان فيها قاعين، وكانت السفينه دي مكونه من 16 قطعه، مكان لا يمكن ان ينفذ منها الماء، ولو حتى غمرت الميه على سبيل الافتراض فقائد السفينه ممكن بكل سهوله ان هو يحجز الميه دي داخل الجزء ده بمفرده، تبقى السفينه سليمه زي ما هي. الفكره بقى ان في ناس تقيله جدا تخلفوا عن الرحله دي واتكتب لهم عمر جديد، وكان من ضمن الناس دي رئيس شركه هارلاند اند وولف لبناء السفن، واللي اصلا قام ببناء وتصميم تايتانيك. كانوا اتخلف عن الرحله دي لظروف مرضيه مفاجئه، عشان يحل محله في الرحله دي المدير التنفيذي للشركه. اتخلف ايضا ميلتون اس هيرشي، ده المؤسس لشركه هيرشي للشوكولاته المشهوره في وقتنا الحالي ده. اتخلف عن الرحله بسبب ان زوجته كيتي كانت مريضه، فكان لازم يقعد معاها. السفينه دي ضمت برضو مجموعه من الطبقات المتوسطه والفقيره اللي جمعوا كل فلوسهم للسفر، فدول ما كانوش بيدوروا على السعاده او الرفاهيه، دول كانوا بيدوروا على موطن تاني يلاقوا فيه احلامهم وفرص عيش كريم. على متن السفينه دي برضو كان في شويه مجموعه من العرب، وكان معظمهم لبنانيون، كان فيهم برضو اللي بيحمل الجنسيه المصريه وكان اسمه حمد حسن، من الاسم كده تحسه مصري، واللي اتمكن من النجاه بحياته بعد ما ركب قارب النجاه. محدش من الركاب حس بان السفينه اتصدمت، وده اصلا بجانب ان الصوت الخبطه ما كانش مسموع كفايه، بجانب ده بقى ان في ناس اصلا كانت دخلت تنام عشان الليله كانت ليله بارده، عشان بعد ما يحصل الاصطدام ده السفينه بعد ما تقف في مكانها تبدا تغرق السفينه المشهوره اللي ما كانش حد يقدر يغرقها في قاع المحيط. علشان نيجي بعد الحادثه دي بازيد من 100 سنه عشان برضه نجمع من اثرياء العالم وناخد من كل واحد منهم 250,000 دولار عشان ينزلوا يشوفوا الناس اللي غرقت. وفي الحقيقه هم كانوا نازلين لقبورهم بايديهم وبارادتهم. لا ومش بس كده، لا باقوى اختراع عرفته البشريه في الوقت اللي احنا فيه، اللي اتسمى بتيتان. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لي لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.